السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. بعد غياب رجعت لكم تاني. النهارده تعالوا نعمل مع بعض. النهارده عامله وليمه بقى. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا قررت بعد كده اي اكل هعمله هصوره معاكم. طبعا كلنا عارفين الظروف الصعبه اللي البلد بتمر بيها واللي الناس بتمر بيها. ان الواحد عشان يقعد يطبخ كل يوم ضغوط وميزانيه تانية فانا ما برضاش اصور الايام العاديه. طبعا انا مش هطبخ كل يوم. يعني انا ممكن اطبخ يومين بس في الاسبوع وباقي الايام بقضيها مسقعه، بطاطس محمره وبطاطس مهروسه وبيض، شويه كشري، رز اصفر، بعدس اصفر. بنقضيها وبنمشي حياتنا عشان الحياه بقت صعبه جدا. فان شاء الله لا، انا بعد كده ايه اللي هعمله هصوره معاكم. النهارده بقى عشان انا الاسبوع اللي فات كله كنت مقضياه كحيتي، فول بقوطه، بطاطس، بيض كده، عشان خاطر كان عليا التزامات وكان عليا فلوس وكنت في ايام قاعده منها من الشغل. فطبعا مش هاكل وهملى بطني والناس تيجي تخبط على بيبي. لا، الواحد يسد اللي عليه وبعد كده يدور على اللقمه، لان المعده ما بتشكرش. فالحمد لله ربنا يجعلنا مستورين دنيا واخره يا رب. تعالوا النهارده بقى اعمل لهم وليمه بقى. وليمه. عامله لهم النهارده باميه ويكا، باميه بدمعه. طبعا عشان انا عندي اللي ما بياكلش بدمعه بياكلوا ويكا. وعامله محشي تنجان وفلفل، وعامله فراخ مشويه. فتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا نشوف تتبيله الفراخ المشويه. طبعا المحشي والباميه الويكا والباميه القوطه عملتهم معاكم ايه كتير. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الباميه طبعا انا غسلاها يوم معاها والصلصه معلقه عليها، وتسبيكه المحشي خلصتها والويكا على النار. فقلنا نعمل ايه تتبيله الفراخ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل. حطيت رومي كفايه سبايسي، المحشي عاملاه سبايسي. هحطهم في الكبه يا رب يكون واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. حطهم في الكبه. ومعايا البهارات: ملح، جنزبيل، فلفل اسمر، حبهان مطحون، كعب مرق، روزماري باودر. دول هحطهم كلهم برضو مع بعض في الكبه. وهنحط معلقه زيت، معلقه كبيره كده زيت، ومعلقه خل. خل بيطر اللحمه، ولو في زبادي كمان كان هيبقى حلوه. ما عنديش زبادي بس هحط سنه لبن. ودبس رمان. طبعا مش هحط عسل، بنحط عسل بس دبس الرمان بيبقى مسكر فكفايه قوي دبس الرمان. ولو في صويا صوص بيخلي الفراخ تحفه، بيخلي لونها حلو قوي. انا خلص من عندي برضو الصويا صوص. دبس الرمان بقى بينزل بصعوبه. بس كده معلقه دبس رمان. بس هضرب كل الخليط ده مع بعض. بدل الزبادي انا عندي وش شويه كده لبن فيهم، وش هحط شويه بيطروا الفراخ. طبعا مش هحط سكر عشان انا حاطه دبس رمان. شغل بقى الخلاط بتاعنا. هفصل على ما اضربهم في الخلاط عشان صوت الخلاط ما يزعجكوش. ضربت الخليط بتاعي خليته ناعم كده. ومعايا فرخه انا مقطعاها. الفرخه دي كبيره فانا قطعتها. اقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 4 5 6 7 8. قطعتها على 8. طبعا انا مش هشوي دي كلها النهارده، احنا 4 افراد. انا هشوي نصها النهارده ونصها ينفعني في اي يوم تاني. لازم يا جماعه مش عشان الدنيا غاليه ان احنا مش هناكل، بس يعني ايه ندبر نفسنا. معايا 50 جنيه هاكل، معايا 10 جنيه هاكل، معايا 100 جنيه هاكل، معايا 300 جنيه هاكل. المعده ما بتشكرش. دي كانت كلمه ام الله يرحمها. المعده ما بتشكرش يا بنتي. اهم حاجه ما يبقاش في حاجه ورا الواحد. هدلق الخليط بتاعي كله كده عليه. هعمل بقى زي مساج للفرخه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هدخل كل التتبيله دي فيها. بصوا انا مش هخليها في التتبيله كتير. هي اقل حاجه لازم تبقى ساعه ساعتين، بس انا مش هخليها في التتبيله كتير. ليه؟ عشان انا هعمل اكل دلوقتي. بس انا هسيبها لحد ما احشي المحشي في التتبيله، يعني بتاع نص ساعه كده، ساعه الا ربع. هسيبها ايه لحد ما احشي المحشي بتاعي
وانا بحط المحشي على البوتاجاز هعلق على الفراخ بتاعتي. هتسف التتبيله كده، تقعد بقى تشرب منها التتبيله دي، والله العظيم تحفه حلوه جدا. جربوا الفراخ بالتتبيله دي. هعمل المحشي بتاعي اللي احنا عملناه 100 مره مع بعض. هعمل المحشي بتاعي اللي احنا عملناه كتير مع بعض، ونرجع نشوف الفراخ بتاعتنا هنسويها ازاي. انا بسويها في الفرن عادي، ولما بتطلع بحط فحمايه على النار وبحطها واكتمها تديني طعم الفحم. فما تستوي الفراخ هوريكم الفراخ بعد ما استوت، هدخلها الفرن طبعا. ولما تطلع نشوف مع بعض الفراخ والمحشي والباميه والوليمه اللي انا عاملاها لعيالي النهارده. وربنا يجعلنا مستورين دنيا واخره يا رب. ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. يا رب يستر كل واحد يا رب، ويا رب يعدي الايام دي على خير. والحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. على الاقل احنا بنلاقي اللقمه وناكل ونشرب حلو ووحش، دنيتنا ماشيه. لكن في ناس والله العظيم في الغلو ده ما عارفه تجيب رغيف عيش. فربنا يرحمنا برحمته يا رب. وان شاء الله هظهر معاكم فيديوهات كتير بعد كده، خلاص مش هقطع. انا كنت قاطعه ان كانت والله قعدتي من الشغل دي كانت نفسيه صعبه قوي، في التزامات عليكي، في ضغوط عليكي. طبعا دماغك دي بتبقى شغاله. حتى باين على وشي والله خسيت، مش عارفه خسيت اروح تاني فين. فان شاء الله نقضي كده مع بعضنا الايام الحلوه. نشوف ظروفنا معانا 50 جنيه، هقول لكم هنمشي بال50 جنيه نعمل ايه النهارده. في ناس كتيره قوي، مش بعلمكم اكل بس، في ناس كتيره قوي فعلا بيبقى معاها 50 جنيه مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تعمل اكل ايه. لكن في ناس بتعرف تدبر امورها، وفي ناس ما بتعرفش تدبر امورها. انا ما كنتش بعرف ادبر اموري. يعني انا لما كان يبقى معايا مثلا فلوس قليله، لا هيجيبوا لي ايه؟ انا مش هنزل وادب مشوار وانزل سلم عشان خاطر انا معايا مبلغ قليل، لا. دلوقتي والله من الغلو، يمكن الاول ما كانش الحاجه غاليه، دلوقتي من الغلو والضغوط وان الواحد فعلا ما بقاش مستحمل وما بقاش قادر، بتقول لا خلاص النهارده اقضيها كذا. يا رودينا هات لنا، انزلي هات لنا كيلو بطاطس، وهاتي ب4 بيضات، وهات لنا يا بنتي عيش من الفرنه. انا معايا البطاقه طبعا بتاعه التومين. وقضينا يومنا باقل من 50 جنيه، ولا حد شاف عننا حاجه، ولا حد حس بينا، والحمد لله والشكر لله. ويومنا بيتقضى ويومنا بيبقى زي الفل والله العظيم. ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه بتبسط البني ادم. اهم حاجه الراحه النفسيه، وان الواحد يحط دماغه على المخده ما يفكرش بس. غير كده مفيش اي حاجه تستاهل. ويا رب كده نبقى مع بعض على طول، ويا رب ما اقطع معاكم تاني، بس والله بيبقى غصب عني. واشوفكم على خير. خليكم معايا اما يطلع اكلنا، واوريكم الاكل بتاعي بعد ما خلص. وحشتوني كتير كتير كتير. خليكم معايا يا حبايبي. ودي الفراخ المشويه بتاعتنا، شايفين لونها جميل ازاي، طعمها تحفه. شايفين لونها حلو ازاي ودايبه دوب. ودي الويكا، وده المحشي، وده باميه بالدمعه. وده كان اكلنا النهارده. ان شاء الله زي ما قلت لكم هبقى معاكم، وكل اكله هعملها هحسبها. واحنا ستات شاطره، وان شاء الله هنمشي حالنا وهنمشي بيوتنا. معانا هنمشي، معناش هنمشي. والحمد لله الدنيا بتقفش على حاجه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.